الفيلم اللي معانا النهارده إبراهيم الأب، إنتاج 2009، بطولة أحمد السقا، محمود عبد العزيز، عمرو واكد، هند صبري، تأليف بس أبو الحسن، اللي بيقول عجبا لكم ايها حلو قوي. إخراج مروان حامد، ده طبعا غني عن التعريف، ومن أكتر المخرجين اللي ملهمش في أفلام المقاولات وأفلام الشبيحة اللي عملوها. بيجي يعمل فيلم يبقى ليه وجهة نظر بعيدة شوية. الفيلم بيحكي عن إبراهيم اللي بيصحى يلاقي أبوه بيتقتل قدام عينه. هو حد يدوس عليك؟ لو حد داس عليك مرة هيدوس عليك على طول. بيكبر وهو شايل جواه رغبة في بيشتغل مع المعلم عبد الملك زرزور. الشخصية دي يا جماعة يتعمل لها حلقة لوحدها، ده يبقى جاد فازر بتاع الفيلم. مع الوقت إبراهيم بيدخل في صراعات مع معلم عبد الملك زرزور بين الطاعة والتمرد، لحد ما الدنيا بتقلب عليه وتحصل النهاية اللي الأغلب عارفها. دي القصة العامة للفيلم، لكن قبل ما نحلل الفيلم عايزين نبدأ بمقولة مهمة جدا: إن الأشرار لم تولد ولكن تصنع. السؤال ده بدأ من عند إبراهيم وهو طفل، لما شاف أبوه وهو بيتقتل قدامه بطريقة مهينة جدا. دي لحظة مش مجرد ابن شاف أبوه بيموت قدامه كده وخلاص، لأ، عملت إعادة تشكيل إبراهيم، غير فيها 180 درجة. وبما إن أعرف شوية علم نفس كده على قد، أحب أقول إن أي لحظة أو مناسبة بتحصل في حياة الطفل، سواء المناسبة دي إيجابية أو سلبية، هي ممكن تكون إعادة بناء لشخصيته بنسبة كبيرة جدا. لأن أغلبنا فاكر حاجات كتير حصلت له وهو صغير، سواء الحاجات دي حلوة أو وحشة. من اللحظة دي قرر قرار غير واعي تماما إنه بعد كده عمره ما هيكون ضعيف تاني. من هنا يبدأ يبني الدرع ده بمثابة العنف. وكان كل مرة إبراهيم بيضرب حد أو بيقتل حد، هو بيقتل إحساس الضعف اللي جواه. كان جواه لسه في إنسان عنده مشاعر. لما كان بيحب حرية وهو صغير، ولما كبر برضه فضل يحبها. المخرج سماه إبراهيم الأبيض عشان برغم كل اللي حصل له لسه في حتة بيضة جواه. الكلام ده معناه يختصر في الكلمة اللي قلنا عليها من شوية، وهي إن الأشرار لم تولد لكن تصنع من الدنيا، من البيئة اللي هو اتربى فيها. إبراهيم كان طفل طبيعي جدا زي أي طفل عادي، لسه ما توسخش بالدنيا. هو بس ما اختارش إنه يبقى كده، لكن هو لو كان عايز غير كده كان اتعمل فيه نفس اللي اتعمل في أبوه. وده طبعا مش مبرر أكيد، لكن دي وجهة نظر مروان حامد. وتاني شخصية هي عبد الملك زرزور. عايزين نقف هنا بقى. تيجي شوق لحاجه ايه؟ ده الراحل محمود عبد العزيز كان مرعب جدا في الفيلم، من أكبر حركة لأصغر حركة العين بس في الفيلم ده كانت بتتكلم لوحدها. رهنتي شيء. هو ما اتكلمش ولا شاور حد، هو بص عرف ان سيد شيبة هو اللي خارج. هو بس النظرة مفهومة ان سيد شيبة خلاص هيموت. معرفش ازاي من قلة المشاهد، والمعروف انه اتحذف له مشاهد كتيرة جدا. اي الباك جراوند بتاعته هم مش جايبين له باك جراوند، مش جايبين إن الشخصية دي اتعملت ازاي، لكن بمشاهد قليلة غطى على اتخن تخين في الفيلم. ودي طبعا خبرة السنين، وده من اهم نجوم جيله يعني. وانا بالنسبة لي هو عمل كل حاجة في الفيلم، طلع كل الاداءات في الفيلم ده. دور عبد الملك زرزور بمثابة مسك الختام، انه اعتزل السينما بعدها بسبب موضوع المشاهد اللي اتحذفت، لكنه دور من اهم الادوار في تاريخ السينما المصريه. ومع انه كان باين قوي هو عايز ان ابراهيم في اول مشهد ده دي داخله فرقه في حوش بيتك ودولها ماتت وهيجي لها يوم تضايق بقى على طول. انه كان بيلعب معاه دور الاب شويه. هو كان فاهم ابراهيم اكتر من ابراهيم نفسه، شايف فيه الغضب احتياج، فخده وشغله معاه وحسسه بالانتماء. هو ما كانش بيحبه، هو كان بيربيه عشان يستخدمه. دي علاقة أب وابن بس مشوهة. ده مثال كبير زي شخصية الأب النرجسي، هو بيربيك بس عشان تخدمه، وبيحبك بس طول ما أنت مفيد. أول ما تتمرد تبقى خطر عليه. هو كان مجرد فترة بالنسبة له، وهيجي عليه وقت ويقتله. على قد ما محمود عبد العزيز طلع بالأداء ده في الفيلم، على قد ما برضه وراك هو إزاي إنسان جبروته ده كله بيتحول لضعف لما يشوف حرية. بس بيبقى عامل زي الطفل. الراجل ده يا جماعة عمل كل حاجة في الشخصية دي بدون حزق ولا أفورة، بمنتهى السلاسة. عمل دور من أروع ما يكون، مع إنه قال إنه من أصعب الأدوار اللي جات له. ملك زرزور فيلم ابراهيم الابيض اصعب بس اللي شاف الفيلم يشوف إن الساحر محمود عبد العزيز وصل كل حاجة بدون أي صعوبة. عشري شخصية كانت مصدومة شوية في الأحداث، لأنه ما كانش فجأة. عشري كان بيتاكل من جوه. تخيل تبقى طول حياتك عايش رقم اتنين، موجود أقل قوة أقل حضور، ودايما تتشاف مش أنت البطل. عشري مش بيكره إبراهيم، بس هو بيكره يبقى رقم اتنين. وده في علم النفس اسمه عقدة الظل. لأن الشخص اللي يعيش طول حياته في ظل حد أقوى منه يا إما بيختفي يا إما بيكسر الظل ده. عشري كان عارف إن إبراهيم بيحب حرية، ومع ذلك هانه. ولما اتخير
ان يا هو يموت يا ابراهيم يموت، اختار ابراهيم مقابل 5 بواكي. للحظه صدق عبد الملك زرزور انه هيقتل ابراهيم ويسيبه هو لمجرد انه يبقى رقم واحد من غير ما يبقى ظلم. وفي حاجه بقى غريبه في عمرو واكد، هو يبان سنيد وصاحب البطل وكل حاجه وشخصيه محوريه جدا في الفيلم، وهو من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي خلت الاحداث تتغير. في وجهه نظري ممكن الناس ما تتفقش معايا ان عمرو واكد تفوق على احمد السقا عادي، بس الغريب عمرو واكد عموما ما يشيلش فيلم لوحده، هو جامد بس وهو ورا حد. علاقه ابراهيم بحوريه في الفيلم ما كانتش محطوطه عشان الكليشيهات بتاعت السينما المصريه، والا ما كانش حط النهايه المأساويه دي. احنا عارفين طبعا ان اي فيلم مصري بينتهي نهايه سعيده، ان البطل بيتجوز البطله والكلام الجميل، بس هي اتحطت عشان تبين ان الشخص اللي قلب الدنيا في الفيلم ده في مشاهد الاكشن والصراعات وكل ده هو عنده حته جواه بتحب عادي، وده اللي ياكد شخصيه ابراهيم اللي قلناها من شويه، واتحطت كمان عشان دي كانت فرصه انه يخرج من الدايره. بس طبعا عبد الملك زرزور اتجوزها، العلاقه دي كان فيها ابراهيم اول مره حد يشوفه انسان عادي ويحبه بدون خوف. لكن المشكله ان ابراهيم ما يعرفش يعيش حياه طبيعيه، ده بني ادم متبرمج على الصراع، فعمر نهايه العلاقه دي ما هتكون سعيد. ابراهيم كان قدامه اختيارين، يا اما يبقى تابع عبد الملك زرزور يا اما يختار انه يبقى حر. ما كانتش عقاب، هي نتيجه منطقيه جدا. ابراهيم دفع ثمن اختياراته وخوفه من ضعفه وحبه الحريه، وكان نتيجه رفاق صاحبه اللي كان فاكر لما يبيع ابراهيم للزرازير هيامنوا له يسيبوه. هيامنوه ازاي؟ واحد غدر بصاحبه. الفيلم مش بيقول ان ابراهيم كان وحش، لكن بيقول ان ده بني ادم اتربى على العنف، يكون مصيره ايه؟ اكيد مش دكتور في الجامعه يعني. والفيلم عايز يوصل رساله، هي ان لو كسرت طفل ما تستغربش لما يكبر ويبقى كده. بكررها تاني، ده مش مبرر، دي مجرد وجهه نظر مخرج، واللي عايز يشرح حاجات كتير في الفيلم، ومن اهمها المقوله اللي ابتدينا بيها: الاشرار لم تولد ولكن تصنع. وبس كده. لو عجبك التحليل قول لي رايك في الكومنتات، ولو حبيت المحتوى اللي بقدمه وعايز ترشح افلام تانية قول لي في الكومنتات بقى. سلام عليكم.